أي منجم في العالم يشتغل مثل خلية النحل، كاميو داخل كاميو خارج، كذا لي بروجيكتور، الماشينات، التران طالع هابط، هذا هو المنجم. هذا هو المنجم. قلنا لكم باللي مشروع يكذبوا ذر رماد بعد كده طفى انتهى. انا قلت لكم باللي المنجم هذا غير صحيح، وخدعوا الرئيس تبون وخدعونا. زدكم سبحان الله، ربي سبحانه كيحب يكشف عبده ويكشف الحقيقة. صدفة كاين رحالة سعودي، اللي هو هذا الرحالة السعودي، هذا الرحالة السعودي اللي هو خالد الجابر، راح قام بزيارة إلى غرج بيلات. قال لهم الحمد لله المساج بيلات ينتهي بنجاح، الحمد لله أصبحت أول دراج مغامر يصل إلى منجم غرج بيلات. ها هو غرج بيلات، هذا هو اللي وصل، هذا هو الغارج بيلات اللي كان فيه رئيس جمهورية والتصوار والكاميرات وكذا وكذا. هذا هو الغاريخ، هذا هو بصراحة ما تبدلش. هذا هو غرج بيلات. غرج بيلات هذا هو اللي راح ليه عنده يومين، شحال لا دات عنده يومين ملي كان فيه، شحال لا دات راهي لو البارح كان فيه. وراه المنجم، وراهم الكوام ولا روبو عطلة، داو عطلة، ايه صح. هما في جوا ما يخدموش. عندنا احنا في الجزائر المناجم جوان جوي اوت ما يخدموش لانه السخانه في تندوف، في سبتمبر يروبرينيو. هل يعقل هذا؟ منجم اساس ما كانش، يا ربي اساس ما كانش. راكم تشوفوا ما كان عبد ما يسعاش. وراه حطوا لنا نشوفوا كشما واحد هنا وراه الرحاله هذا. ها هو الرحاله، شوفوا الفيديو. اخيرا وصلت الى منجم غارج بيلات، تفضلوا هذا هو المنجم. وصلت بالدراجة، وأنا والعياذ بالله من كلمة أنا أول شخص على دراجة نارية في التاريخ يسلك المسار كامل من وكران إلى محطة غارج بيلات إلى من غارج بيلات فارغ. يا ربي القط ما يسعاش، زاوش ما يسعاش. عمركم في حياتكم شفتوا منجم فارغ؟ هذا المنجم هذوك الكوام اللي جابوهم كراوهم وذيك الماشينات والحفارات وكذا والقطار واطلع وهبط كله اختفى بعد زيارة الرئيس عبد المجيد تبون. اختفى لأنه هذه المنطقة منطقة محرمة، واحد ما يوصل لها إلا بتصريح طوريزاسيون. هذا عطاوه طوريزاسيون وزارة السياحة.